سعيد عليكم. في الحلقتين اللي فاتوا عن العلاقة بين توطين الهكسوس في مصر ومشروع إسرائيل الكبرى وغيرها من مشاريع إمبراطورية، يعني مش لازم تكون إسرائيلية، ممكن تكون فارسية، عربية، أمريكية، من أي نوع. اتكلمنا عن دور حكومة الهكسوس وبرلمانها في إنها إزاي عن طريق توطين الهكسوس بتساعد في تحقيق المشاريع دي بشكل كبير. المرة دي هنتكلم عن دور الأزهر والكنيسة. الأزهر والكنيسة فإحنا كتير مننا متعود يرمي سبب السياسات الغلط في البلد بس على الحكومة أو الحكومة والبرلمان، وكأنه أول ما يتغير الناس اللي فيهم الرئيس والوزراء والنواب خلاص المشاكل هتتحل، وده مش صح. فإحنا شفنا إنه من 2011 اتغيرت كذا حكومة وكذا برلمان، لكن توطين الهكسوس وتضييع هوية وكرامة وثروات البلد بتزيد مش بتقل. طيب ليه؟ لأن السرطان الأساسي مش في فلان وعلان ولا الرئيس الفلاني والرئيس العلاني، فلما يتغيروا الدنيا خلاص هتتعدل، لكن في أفكار وتيارات أو أيديولوجيات معششة في مؤسسات الدولة من أيام الاحتلال، يعني اتصنعت أيام الاحتلال وورثناها وقعدت بعد التحرير، وعلى أساس التيارات دي بيختاروا الناس اللي ماشية معها، يعني دماغها ماشية معها. فمثلا في الأزهر والكنيسة معششة عقيدة تيار مصر للجميع، اللي هي يعني مصر مفتوحة لكل الأجناس وكل البلاد، زيها بالظبط زي ما معششة في المؤسسات اللي بتختار اللي يعمل الحكومة. وإن كان في مؤسسات الدولة معششة العقيدة دي على أساس إن فيها هكسوس قدام أو ناس من العربجية أو العولمجية أو اليسارجية أو تبع تيارات دينية إلى آخره، ففي الأزهر والكنيسة بتتحكم بزيادة الناحية الدينية اللي بتحط أخوة الدين فوق أخوة البلد، زيهم بالضبط زي عصابة الإخوان المسلمين والسلفيين والصوفية إلى آخره. فيوم ما تطهر البلد كلها من عقيدة مصر للجميع وترجع لها عقيدتها الشريفة اللي بتعزها وتعز أهلها اللي هي مصر للمصريين، وقتها هيتعدل الحال في كل المؤسسات ويتجاب الناس اللي عقيدتهم هي العقيدة المصرية الأصلية دي. واحنا نلاحظ حاجة غريبة، ايه هي؟ انه المفروض ان الازهر ضد انتشار طوائف ومذاهب دخيلة على مصر زي الشيعة، البهائية، الالحاد الى اخره، والمفروض الكنيسة المصرية ضد انه اللي تبع المذاهب اللي دخلت او انتشرت غصبا عنها في مصر في القرن ال19 زي المذهب الكاثوليكي والانجيلي وغيرهم، هي ضد انهم يكبروا في العدد والنفوذ، لان ده بيهدد عقيدة الازهر والكنيسة ويحول البلد لبلد طوائف بينها صراعات. لكن لان سرطان مصر للجميع معشش في عروق الازهر والكنيسة عماهم عن خطر دخول الطوائف والمذاهب من كل شكل وكل لون لمصر، وخلاهم في سبق مين يضم ليه اكبر عدد من اللاجئين بحجة يتقربوا من ربنا وعشان يبان ان دينه هو راعي الانسانية والمضطهدين. طيب الأول نبدأ بالكنيسة، على أساس إن الكنيسة هي أقدم مؤسسة في مصر نشرت عقيدة إن أخوة الدين أو زي ما بيسموها أخوة الرب فوق أخوة البلد وقت نشر المسيحية في القرون الأولى من الميلاد، خصوصا إنه كان متولي نشرها في الأول الجاليات الأجنبية اللي كانت في مصر من اليونان واليهود السابقين إلى آخره أيام الاحتلال الروماني، من اللي ما كانش هممهم طبعا أولاد البلد من أساسه، وبعدين مشي على نفس الفكر المؤسسات الدينية بعد الإسلام، لأن برضو اللي عملها في الأول ناس مش مصريين، وده هنبقى نتكلم عنه في مقالة مخصوص بعون ربنا. طيب نبدأ الأول الكلام عن الكنيسة المصرية الأرثوذكسية أو زي ما بينطقها الناس عندنا في البلد الأرثوذكس. قبل ما نتكلم ايه هي الخدمات اللي بتقدمها الكنيسة المصرية للهكسوس وبتساعدهم يبلطوا في مصر ويبقى لهم نفوذ، نقول ايه السلاح اللي بتعتمد عليه الكنيسة وتبرر لنفسها تسلم مصر للهكسوس بالشكل ده. بيعتمد طبعا على سلاح الدين، فنلاقي مثلا البابا توطرس في عظة ليه في الكاتدرائية نشرها موقع الأقباط متحدون يوم 4/5/2016 بيقول ايه؟ بيقول إن الصليب علمنا ألا ننسى اللاجئين، المسيح علمنا ألا ننسى اللاجئين، وجوه قايل إن الصليب يعلمنا ألا ننسى اللاجئين وأن نعطف عليهم ونساعدهم على قدر استطاعتنا كما فعل المسيح من أجلنا.
وفي مؤتمر صحفي اتعمل في ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر، قال البابا تواطرس في 2019 حسب ما نشر موقع اليوم السابع ودوت مصر 24/6/2019 إن السيد المسيح هو أول لاجئ وسايح يزور مصر. ونشر جورنال المصري اليوم في 28/7/2023 إن البابا طلب من أسقفية الخدمات إنه الكنائس تتعاون مع بعضها عشان ترعى اللاجئين السودانيين، وإنه تكون رعايتهم بطريقة شاملة ومنظمة حسب نص الكلام. ايه بقى الخدمات اللي بتقدمها الكنيسة المصرية للهكسوس الجداد دول؟ حسب خبر منشور في موقع الكنيسة المصرية نفسها بعنوان قداسة البابا تواطرس الثاني يستقبل طلاب مدرسة المجتمع الأفريقي، نشروا في 23/9/2021. فالكنيسة من سنة، يعني جاي الكلام ده في الخبر، انه الكنيسة من سنة 2014 لحد 2021 اللي هو وقت نشر الخبر عملت 9 مدارس للاجئين، منهم واحدة في القاهرة و8 في بقية المحافظات. والمدرسة اللي في القاهرة اسمها المجتمع الأفريقي، وهي من الابتدائي لحد الثانوي، يعني فاضل كده الكنيسة تعمل لهم جامعة مخصوص. والمدرسة دي هدف الكنيسة منها حسب ما كتبت الكنيسة نفسها في الخبر رفع نسبة المتعلمين في المجتمع الأفريقي اللاجئ بالقاهرة، وبخاصة المجتمع السوداني، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور، وقيادة الشباب والأطفال نحو مستقبل مشرق. وبتدرس إيه؟ بتدرس المناهج السودانية. ومش بتقف على ده، لكن كمان الكنيسة بتوفر لهم فرص عمل بإنها بتشغل 18 مدرس و3 عمال من اللاجئين في المدرسة اللي بيدرس فيها مئات من التلاميذ. والزيادة في الاهتمام قطع البابا تواطرس من وقته واستقبل المتفوقين منهم في الكاتدرائية واداهم هدايا. وجنب ده بقى اللاجئين يشاركوا في الأنشطة اللي بتعملها الكنيسة، زي ملتقى لوجوس الثالث اللي قال خبر على موقع الكنيسة برضه في 24/8/2022 انه عمل كرنفال لأطفال مدرسة المجتمع الأفريقي، وجايبين الشباب في الكنيسة ازاي بيرعوهم ويدلعوهم. يعني حتى الكلام اللي بيسوقه إعلام المماليك انه اللاجئين بيفيدوا البلد عشان بيعملوا مشاريع توفر فرص عمل للمصريين، كأن المصريين ما بيعرفوش يوفروا فرص عمل من غير اللاجئين، طلعت نصباية. لأن مشروع مثلا زي المدرسة دي عاملاه الكنايس من فلوس المصريين أو التبرعات اللي بيتحمل جميلها المصريين، وبيشتغل فيها اللاجئين برضه. ده بالنسبة للكنيسة المصرية. ندخل على الكنيسة الكاثوليكية. دي كنيسة تبع كنيسة روما، يعني الفاتيكان اللي في إيطاليا، فما تعتبرش كنيسة مصرية بالمعنى يعني. وهي من الكنائس اللي خدوا فرصة في الانتشار في القرن 19 في مصر عن طريق الجاليات الأجنبية وبتشجيع من الاحتلال العلوي والإنجليزي، وهدفها الأساسي تشد ليها أكبر عدد من الأتباع للمذهب الكاثوليكي في مصر، يعملوا نفوذ فيها للفاتيكان وللدول الكاثوليكية زي فرنسا وإيطاليا. وفي تقرير نشره اليوم السابع بعنوان كنائس مصر تدعم الإنسانية، وجايب فيه ايه بتعمل الكنائس الأرثوذكسية وايه بتعمل الكاثوليكية وايه بتعمل الكنائس الإنجيلية. بيقول التقرير المنشور يوم 8/3/2025 يعني السنة دي، جايب ان الأب كيرلس نظيم ده مسؤول مكتب الكنيسة الكاثوليكية. بيقول ايه الأب كيرلس؟ ليه بيجاوب على ليه بيهتموا باللاجئين؟ قال انه لاحظنا ان اللاجئين بيلاقوا صعوبة انهم يتعاملوا مع المجتمع المصري، فحاولنا نعلمهم الثقافة المصرية ونديهم كورسات عشان يندمجوا مع المصريين، زي نعلمهم عربي والتاريخ المصري ونوديهم رحلات للأهرام والمتاحف. بس كده؟ لا، هو قال ان الكنيسة الكاثوليكية بتعمل لهم تمكين اقتصادي، يعني واخد بالك من الكلمة تمكين اقتصادي، بانها تعلمهم حرف عشان تكون ليهم مصدر رزق. وعلى موقع مفوضية اللاجئين اللي تبع الأمم المتحدة اتكلمت عن تعاونها مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية لتقديم خدمات ببلاش للاجئين في مصر، وقالت ان منها منح تعليمية في مدارس عامة وخاصة ومجتمعية، ودروس عربي وانجليزي، وتدريب مهني يعني تعليم حرف ومهارات للشغل، وريادة أعمال ومهارات شخصية، ومساعدتهم يبدأوا مشاريعهم الخاصة. هيئة الإغاثة كمان نشرت على صفحتها على فيسبوك عن تقديم منح للفلسطينيين اللي جايين من غزة بعد 7 أكتوبر 2023، يعني بعد ما
قامت الحرب. للي بيدرس من الروضة لحد ثانوي، من الفلسطينيين اللي بيدرس من الروضة لحد الثانوي، يعني بتشجع الفلسطينيين يدخلوا مصر ويبلطوا فيها باسم انهم طلبة، ده غير خدمات تانية كتيرة منشورة على صفحتها. واشهر جمعية تبع الكاثوليك بتقدم خدمات للاجئين هي جمعية كاريتاس، واللي يدخل على موقع الكنيسة الكاثوليكية في مصر، اسمه كده موقع الكنيسة الكاثوليكية في مصر، ويكتب في البحث كلمة اللاجئين أو كلمة كاريتاس، هيطلع له أخبار كتير عن أنشطتهم مع اللاجئين. طيب بالنسبة للكنائس الأنجيلية، دي برضو كنائس دخلت مصر القرن 19 على إيد الأجانب، وهي تبع المذهب الإنجيلي اللي هو فرع من البروتستانت، وفي صراع مذهبي كبير قوي بينها وبين الأرثوذكس والكاثوليك. وفي تقرير نشر موقع صدى البلد يوم 24/9/2017 عنوانه تقرير مصر ملاذ آمن للاجئي 12 دولة أفريقية يتلقون التعليم في 60 مدرسة. طبعا الأول ناخد بالنا من عدد المدارس المعمولة للأفارقة وقتها، ده الكلام ده لحد 2017، يعني من أكتر من 8 سنين. العدد أكيد طبعا يعني طفش، انفجر وعمل قنبلة. فلحد 2017 وصلت ل 60 مدرسة، مع إنه ما فيش قانون يسمح بعمل مدارس للاجئين، ويمكن فيهم ناس بتتحايل على ده بإنه تتسمى مراكز تعليمية. وكمان هنشوف إنها متسابة لمنظمات أجنبية ومنظمات بعيدة عن رقابة وسيطرة الحكومة، بتحط مناهج براحتها وجايبة مدرسين أفارقة سود تبعهم، فكلها كده شاك براكب كأنهم بلد لوحدهم جوه البلد، ويطلعوا ناس عكس المصريين في كل حاجة. ونلاحظ هنا إن المدرسة فيها مدرسين حتى من الكونغو الديمقراطية، تخيل. ففي ناس متصورة إن السود كلهم اللي في مصر من السودان، لا، البلد فيها جنسيات أكتر المصريين ما كانوش يسمعوا عنها أساسا، ومن كل أفريقيا. طيب ضمن المدارس دي حسب تقرير صدى البلد مدرسة اسمها الأمل الأفريقي أو بالإنجليزي أفريكان هوب، وبتشرف عليها منظمة اسمها ريفوج إيجيبت، وهي منظمة بتديرها الكنيسة الأنجليكانية في القاهرة في المعادي. وضمن الخدمات اللي بتقدمها ليهم وجبات مجانية، دقيق، سكر، زيت إلى آخره ببلاش، يعني بتصرف عليهم وعلى العلاج بتاعتهم، ده غير العلاج والأدوية. وده في حين نحن عارفين التلاميذ المصريين دلوقتي بيتشال عنهم الدعم شوية بشوية في كل حاجة. الأخطر من ده إيه؟ في تقرير نشر موقع كرفان، الموقع ده تبع الجامعة الأمريكية في مصر، نشر يوم 22/11/2017 عنوانه اللاجئون الأفارقة في مواجهة تحديات التعليم في مصر. ايه الحاجة الخطيرة اللي اتكلم عليها التقرير؟ هو جايب بكل صراحة ان مدارس الأفارقة السود بتستقصد، يعني قصدي يعني تحافظ على انهم يفضلوا أعراق وقبائل زي اللي جم بيها من بلادهم، وتربيهم على نفس التربية القبلية بتاعت بلدهم. وده مع ان التعددية العرقية والقبلية دي هي اصلا اللي مخلية بلادهم بتاعت ميليشيات وحروب دايمة، وبسببها طفشوا ومعظم تاريخهم بيتنقلوا ويبقوا لاجئين ومشردين. فمش مفهوم ايه الميزة في عيشة القبائل اللي المدارس دي عايزة تحافظ لهم عليها في مصر، الا لو كان القصد ان مصر تتحول زي بلادهم لبلد قبائل وميليشيات، يعني يعيدوا تكوين مصر وتبقى على مزاجهم وعلى اللي تعودوا عليه هم في بلادهم الخربانة. فبتقول بروك كومير، ودي مدرسة في مدرسة الأمل الأفريقي وهي في المعادي، إنه مراكز تعليم اللاجئين في مصر هي مراكز إثنية أفريقية، إثنية يعني معمولة على أساس عرقي أو قبلي، تمولها المنظمات غير الحكومية وتوفر وسيلة لاستعادة التقاليد الثقافية. ومع كده اعترفت انها زي ما قالت غالبا ما تنشر العنصرية. وطبعا العنصرية دي مش هتقف على العنصرية بينهم وبين بعض، لكن هتبقى عنصرية منهم ضد المصريين. ونرجع لكلام المدرسة وتقول إن هذه التجربة في مراكز التعليم العرقية تفصل اللاجئين عن المصريين، فهي تساعد حقا الأطفال الأفارقة على الاحتفاظ بالهوية الثقافية. يعني انتوا جايبينهم تعملوهم بلد جوه البلد وشعب غير الشعب. واحدة تانية شغالة في تقديم الدعم للمراكز دي اسمها هدير السرجاني، بتقول إن مراكز التعليم الإثنية زي ما بتوصفها يعني العرقية بتوظف المعلمين اللي من نفس جنسيات الطلاب وليهم نفس الثقافة، واعتبرت حسب نص كلامها ان التعليم العرقي يوفر بيئة آمنة للاجئين. طبعا هم مش هممهم انه هيوفر بيئة آمنة للاجئين، لكن هيخلق بيئة خطرة على المصريين. لان خلي بالك لما انت تكون مثلا في بلد زي السودان فتروح تجيب، احنا عارفين ان في صراعات وصلت لحروبها اهلية شديدة، وصلت لاغتصابات ومذابح بين جنوب السودان وشمال السودان، وبين دارفور وشمال السودان، وبين قبائل في دارفور وبينها وبين بعضها.
مثلا. فتخيل لما نجيب ناس من قبائل مدبحه بعض، او ناس من جنوب السودان وناس من شمال السودان، واقعد اقول لهم اخليهم كل واحد يحافظ على نفس الثقافه اللي عنده ونفس الافكار اللي خلت ده يقتل ده وده يشوف نفسه مختلف عن ده في السودان، واجيبهم نفس صراعاتهم في مصر. هو ده بالظبط اللي بيحصل. واحده اسمها ساره عوكل بتقول في نفس التقرير ان مراكز التعليم الاثنيه دي بتهتم تدرس المناهج اللي تخص التاريخ الافريقي والجغرافيا. والسؤال هنا، هيدرسوا التاريخ الأفريقي والجغرافيا وثقافة القبائل الأفريقية بتاعتهم عشان يرجعوا بلادهم وهم محتفظين بهويتهم، ولا هيتعلموها ويبلطوا في مصر ويبقوا شعوب غريبة وسطنا لسه متعودة على ثقافة المذابح والقبائل والاغتصابات والميليشيات؟ خدمات تانية بتقدمها الكنائس دي اللي هي الكنائس الإنجيلية، في منها نوع اسمه الكنيسة الأسقفية. ففي تقرير نشر موقع اليوم السابع في 14/1/2022 عنوانه الكنيسة الأسقفية في خدمة كل من يحمل بطاقة لاجئ من الأمم المتحدة. بيقول الدكتور ماجد شوقي وهو من المسؤولين في دعم اللاجئين في الكنيسة انهم شغالين في ده من 30 سنة، وانهم بيخدموا كل اللاجئين زي الافارقة والسوريين والايغور الى اخره. الايغور دول جايين من الصين، يعني احنا عندنا من كله، يعني من كل البلاد يعني، بس بيركزوا اكتر على الافارقة بحجة ان اللاجئين السوريين بيقدروا يمشوا امورهم يندمجوا مع المجتمع المصري عكس الافارقة. طبعا هو مش ده السبب الوحيد، لكن الحكاية داخل فيها سبب يخص التبشير، يعني ان الكنائس دي بالخدمات بلاش اللي بتقدمها بتشد الشعوب التانية انها تيجي مصر وتبلط فيها وتعمل دعاية للكنيسة ان مذهبها هو مذهب البر والإحسان، وعلى امل يدخل عدد من الناس دي للمذهب بتاعها ويكتر عددهم في مصر ويبقوا طوائف كبيرة وليها نفوذ بيخدم مصالح طائفية واجنبية اكتر ما بيخدم مصر. والتركيز يمكن على الأفارقة السود على أساس إن السوريين أو اللي هم المسلمين بيبقى مركز عليهم أكتر الأزهر والجمعيات الإخوان والناس دي. وده اللي بتعمله كنايس المذاهب دي من وقت ما حطت رجليها في مصر في القرن 19 تحت رعاية الاحتلال الإنجليزي العلوي. وكتبت عن ده بالتفصيل في الجزء الخاص بالإرساليات التبشيرية في كتاب نكبة توطين الهكسوس للي عايز تفاصيل أكتر. طيب بتقدم لهم ايه الكنيسة الأسقفية؟ بتقدم ايه للاجئين؟ قال شوقي بتقدم الاكل، الهدوم، مساعدات مالية للمحتاج جامد ليها يعني مرتب، وادوات الحماية من فيروس كورونا، وبيتعمل لهم دورات تعليم لغات والكمبيوتر واللي سماها اساسيات التعامل الراقي في المجتمع المصري. والكنيسة بتتعاون مع برنامج تبع الامم المتحدة يوفر للاجئين رعاية الحوامل والاطفال اقل من 5 سنين، وكمان بتوفر لهم وظائف في الشركات والمصانع. وساعدت زي برضو ما بيقول التقرير ساعدت السوريين يبقوا كوافيرات وحلاقين او يعملوا مشاريع اكل وبتسوقها ليهم عشان يبقى حسب كلامه في مصدر دخل متميز للاجئ. طيب بيجيلكوا تمويل منين؟ قال الدكتور شوقي انه بيجي من مفوضية اللاجئين بتاعة الامم المتحدة والسفارات وجمعيات من بره. فهنا الكنيسة الأسقفية بتاخد اللاجئ من أول ما يجي وبالبلدي كده بتشطفه وتحميه وتعلمه كل حاجة وتوفر له شغل وتسوق له البضاعة بتاعته، وكمان اللي تحمل تراعيها لحد ما تخلف وتراعي عيالها من الروضة لحد كل مستويات التعليم وكله ببلاش. وداخل على الخط بلاد أجنبية بتقدم التمويل وهي ليها مصالح في إنها تغري اللاجئين يقعدوا في مصر بالعيشة السهلة المتنغنغة دي. طيب ده بالنسبة للكنيسة. طبعا ده مش كل أنشطتها، ده يعني نقطة في البحر، فاللي عايز يعرف أكتر يكتب كده الكنايس ورعاية اللاجئين في مصر هيلاقي يعني طوفان من الأخبار والخدمات. ندخل بقى على الأزهر. الأزهر هنا زي حكومة الهكسوس وبرلمانها والكنيسة إلى آخره بيتكلموا مثلا عن ضرورة إن الفلسطينيين يتمسكوا بأرضهم وإنهم ضد تهجير الفلسطينيين من بلدهم، لكن في نفس الوقت بيفتحوا باب الهجرة لمصر والتبليط فيها على البحر. فمثلا يوم 6/2/2025 طلع الأزهر بيان يرفض فيه بكل قوة مخططات تهجير الفلسطينيين. قال فيه إن من اقترحوها، يعني اقترحوا المخططات التهجير دي، لا يدركون معنى أمومة الأرض وفدائها بالنفس والأهل والولد والمال. يعني بيقول للفلسطينيين اتمسكوا بأرضكم لأنها الأم وتفدوها حتى بعيالكم. تمام. وبعدين قاعد يمدح في نفس البيان، قاعد يمدح في سكان غزة وقال إنهم لن يسمحوا أن يقبضوا ثمن دمائهم الزكية طردا من أرضهم وتهجيرا من وطنهم، وإن اللي حصل في القرن العشرين يقصد هروب الفلسطينيين من بلدهم سنة 48 كان خدعة ولن تتكرر مرة أخرى،
والفلسطينيين لن يتركوا أرضهم مهما بلغت وحشية التحالفات والجرائم التي ترتكب في حقهم. والسؤال: يا ترى الأزهر صدق في كلامه وفعلا عارف معنى الأرض والوطن وفعلا ساعد الفلسطينيين يقعدوا في أرضهم حتى لو يفدوها بعيالهم، ولا شجعهم بكل الطرق إنهم يهربوا منها عشان ياخدوا الفرص الكبيرة والهبر اللي وفرها ليهم الأزهر وغير الأزهر في مصر؟ الأول نفتكر إنه طول تاريخ الأزهر وهو بيقدم نفسه ملجأ للاجئين من كل الأجناس، وهو أسهل وأرخص طريقة يقدر أجنبي يدخل بيها مصر ويعشش، خصوصا إنه اتأسس في عصر احتلال واللي اتحكم فيه لزمن طويل كان الأجانب، وسخروه لخدمة الأجانب اللي زيهم اللي جايين على مصر. وهو أكتر جامعة كانت مفتوحة لكل الأجناس في الدراسة، وعن طريق الميزانية اللي متخصصة ليه من الحكومة أو التبرعات أو الأوقاف بيقدر يقدم خدمات كتيرة للطلبة الأجانب فيه. وفي الأيام اللي احنا فيها الأزهر بيقدم للاجئين كذا طريقة تساعدهم ييجوا مصر ويعيشوا حياة سهلة ويبلطوا منها المنح التعليمية، إنه مسموح للطالب يسقط سنين كتيرة ويقعد برضه في مصر وياخد إقامة بحجة إنه طالب، المساعدات والفلوس اللي بيوزعها على الطلبة الوافدين واللاجئين، والأهم من كل اللي فات هو استخدام الدين في تشجيع الناس على قبول اللاجئين بحجة ان دعم المسلمين والمحتاجين ده اللي يحبوا ربنا وهيدينا ثواب عليه، واحنا أمة إسلامية واحدة وكده. ففي اليوم العالمي للاجئين يوم 20/6/2022 كتب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على تويتر يقول إن اللاجئين هم الأكثر احتياجا للدعم والتكاتف. وطبعا الكلمة دي لما تطلع من بق شيخ الأزهر فكأنها فتوى. وكان في نفس السنة يوم 25/5/2022 استقبل شيخ الأزهر لوران دي بوك وهو رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر. استقبله ليه؟ ايه دخل الأزهر في الهجرة؟ بيقول الخبر انه استقبلوا عشان يتفقوا على تحضير المنتدى الدولي للهجرة والدين، وواضح طبعا من اسمه ان منظمة الهجرة عايزة تستغل الدين في انه يخلوا الشعوب تقبل اللاجئين وتديهم تبرعات وامتيازات، والشيخ الأزهر وافق على ده. وقال في المقابلة حسب ما نشره موقع قناة الغد إن الأزهر حريص على التعريف بقضايا اللاجئين والمهاجرين، وبيطالب كافة الجهات بالعمل على حل جميع مشكلاتهم، وإن ده هو جوهر رسالة الأزهر الشريف. من ناحيته قدم المسؤول بتاع المنظمة الدولية للهجرة الشكر للشيخ الأزهر والمصر على استضافتها ملايين اللاجئين، وقدم للشيخ الأزهر جايزة اسمها جايزة أصدقاء المهاجرين. وكان جرنان الأهرام نشر في 26/10/2019 إن جامعة الأزهر بتشترك في مشروع الاتحاد الأوروبي لتدريب المدرسين اللي بيعلموا اللاجئين، يعني الأزهر بيدخل في تعاون مع كذا جهة دولية لتقديم الدعم للاجئين. ودلوقتي هنبص على أمثلة سريعة على الخدمات اللي بيقدمها للفلسطينيين كمثال. طبعا هو بيقدم لكل الأجناس، بس احنا ناخد علشان ما نطولش اللي يقدمها للفلسطينيين، واللي بتكشف إن كان الأزهر صادق في إنه ضد تهجير الفلسطينيين ولا بيقول أي كلام. فبعد ما قامت حرب غزة وفي 22/9/2024 نشر موقع صدى البلد إن جامعة الأزهر قالت إنها هتتكفل بمصاريف كل الطلبة الفلسطينيين ومش بس اللي جايين من غزة. وإن شيخ الأزهر قال المنح الدراسية للفلسطينيين هتشمل إيه؟ ده مش إعفاء من المصاريف بس، هتشمل الإعفاء من مصاريف الدراسة ومصاريف السكن في مدينة البعوث الإسلامية، وكمان صرف مبلغ شهري لكل طالب، يعني آخر نغنغة. وده مجرد مثال، وعشان ما نطولش ممكن تكتب في البحث على النت كلمة الأزهر واللاجئين أو الأزهر والطلبة الوافدين وشوف طوفان المساعدات اللي بيقدمها ليهم. فلو حطينا المساعدات اللي بيقدمها الأزهر والكنايس والحكومة والبرلمان والناس اللي بتتبرع ورجال الأعمال والسفارات الأجنبية والدول الأجنبية وكلها بتصب في جيوب اللاجئين وتسهل لهم حياتهم في كل مجال، يبقى هم كده بيساعدوهم على إنهم يقعدوا في بلادهم ولا على إنهم يبلطوا في مصر. ونحط ده قصاد المصري اللي شايل هم نفسه لوحده في كل المصاريف، التعليم والعلاج والسكن والمواصلات والدورات التدريبية والتدوير على الشغل والدعم الحكومي للمصري كمان بيقل، وكمان طول الليل والنهار يتسحب من عروقه وتعبه الباقي من ثروة بلده باسم أغيثوا غزة، أغيثوا سوريا، لا تخذلوا غزة، الله سوف يحاسبكم، أغيثوا البشرية في أي مكان. وفوق ده يتشتم ويتقال له أنت مقصر وأنت خذلت غزة وانت خذلت العرب والمسلمين والبشرية والكواكب والنجوم.
نتيجة تشجيع الأزهر والكنيسة توطين الهكسوس في مصر. واضح ان تشجيع الازهر والكنيسه المصريه والكنائس الثانيه لتوطين الهكسوس هيتسبب في انه تفضى فلسطين والسودان وسوريا الى اخره من اهلهم، وتبقى بلاد ضعيفه قصاد اعاديها، وهيحصل تصفيه شويه بشويه للقضيه الفلسطينيه وغيرها من قضايا البلاد دي. 2. زياده الازمات الاقتصاديه والجرائم في مصر. 3. هتقع البلد في ايد الهكسوس من غير حرب. هتقع البلد في ايد الهكسوس من غير حرب، لان الهكسوس الجداد بسبب الخدمات اللي ببلاش اللي بيلاقيها عيالهم من وهم لسه في بطن امهم لحد التعليم والعلاج والتدريب والتوظيف والجواز والسكن، هيبقوا الاقدر في مصر على اخذ الوظائف والمراكز المهمة، وهيرجع ابن البلد لاخر الصفوف زي ايام الاحتلال. 4. انتشار الطوائف والمذاهب والاعراق في مصر وتحويلها لبلد تستنى نفس مصير فلسطين وسوريا والسودان الى اخره، بس طبعا المصريين مش هيلاقوا نفس مصير اللاجئين من البلاد دي، لان مفيش حد هيدينا ولا 1 من التريليون من الدلع والخدمات دي في اي بلد. طيب انت ممكن تسألني وتقولي انت بتقولي انه الجماعات الدينية الاسلامية والمسيحية اللي اتكلمنا عنها فوق بدأت تدخل من القرن 19 لمصر. طيب ايه بقى شفناه من مشاكل بسببها؟ احنا حاسين مفيش مشاكل، وانا جاوبك واقولك مفيش مشاكل ازاي. هنشاور على حاجات من اللي حصلت بسبب دخول التيارات الدينية دي باختصار خالص، ونبقى نفصلها في مقالات تانية، ويمكن تتفاجأ بأن أكتر مشاكلنا دلوقت بسبب دخول التيارات دي لمصر. فبسبب فتح البلد في القرن 19 و20 قصاد دخول وتوطين جاليات أجنبية حصل عد معايا. اتكونت الجماعات السلفية بتأثير من الفكر الوهابي اللي جابته جاليات أجنبية، زي اتكونت جمعية أنصار السنة المحمدية في 1926 وجمعية الإخاء الإسلامي، واللي رعت فكر دوقنا المرار وغير كتير من هوية المصريين بعدين. اتكونت كمان جماعة الإخوان المسلمين سنة 1928 اللي هي أصلا نتيجة فكر خليط شامي ووهابي جابه ونشره شوام من دعاة الوهابية زي رشيد رضا ومحب الدين الخطيب، ودول هم أساتذة حسن البنا على فكرة، يعني هم اللي عملوا الفكر بتاع الإخوان قبل حسن البنا. حسن البنا بس عمل الجمعية نفسها، المبنى والجمعية نفسها بتاعة الإخوان، وهم كانوا قبل الجمعية دي أسسوا جمعية اسمها جمعية الشبان المسلمين، لسه موجودة. جمعية الشبان المسلمين تأسست سنة 1927، يعني قبل جماعة الإخوان المسلمين. وبسبب الجماعات دي اتنشر فكر الجهاد المسلح، وتتحط أخوة الدين أو أخوة الجماعة فوق أخوة البلد، ومعلوم إيه الأزمات والبلاوي طبعا اللي حصلت لنا بسبب عصابة الإخوان. كمان بقت الكنايس اللي تابعة لكنايس أجنبية عاملة نفسها دولة جوه الدولة، وما بتخضعش لكتير من قوانين الدولة، وعاملة محاكم خاصة ليها، ومسيطرة على كتير من ثروة وأراضي البلد، لحد ما لغى الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1955 المحاكم الخاصة بتاعتهم دي، ولغاها ضمن سياسة الحكومة بعد ثورة 23 يوليو إنه يتلغي اللي باقي من أشكال الامتيازات الأجنبية. وهنا نقول حاجة تبين القوة اللي كانت فيها الكنايس دي، وإزاي أوقات تستقوى على الدولة عشان تحمي نفوذها. فيقول الصحفي الأمريكي ويلتون واين اللي كان مدير مكتب وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية في الشرق الأوسط في كتاب نشره في الخمسينات اسم الكتاب يعني عبد الناصر البحث عن الكرامة. على فكرة أسامي الكتب أو التقارير بتاعة الأخبار اللي يدخل على المقالة بتاعة المدونة هيلاقي إن أنا عاملاها هايبر لينك، يعني تدوس على الهايبر لينك هيدخلك على الخبر، هيدخلك على الكتاب، يعني عشان لو عايز تعرف تفاصيل أكتر، مش مكتفين يعني إن إحنا حاطين صورة. تمام. بيقول إيه ويلتون واين في الكتاب؟ بيقول في أواخر عام 1955 احتج زعماء الكاثوليك على إلغاء جمال عبد الناصر محاكمهم الدينية، وإنما كان المقصد الرئيسي من ذلك، يعني قصد عبد الناصر من إن هي تتلغي، توحيد القضاء المصري وإفراغه في قالب عصري جديد. ولكن رجال الكنيسة الكاثوليكية اعتبروا ذلك عملا معاديا للنصرانية، وعلى سبيل الاحتجاج قررت الكنائس الكاثوليكية الامتناع عن إقامة قداديسها في ذلك العام. قداديسها جمع قداس، يعني ما يعملوش القداس عشان يضغطوا على الرئيس لما يوصل ده من عندنا شرح من عندي انا، عشان يضغطوا على الرئيس وعلى مصر ككل لما يوصل للعالم مثلا ان الكنيسه الكاثوليكيه ما عملتش القداس ده عارف عامل زي ايه، زي ما تيجي مثلا يقول لك الجامع ما عملتش صلاه الجمعه، يعني حاجه كبيره مش حاجه قليله. فلما يتسمع في العالم ان الكنائس ما عملتش قداس يروحوا يتهموا مصر ان هي بتضطهد الكاثوليك. لكن الحكومه بقى عملت ايه ساعتها؟ بيقول ويلتون واين في الكتاب: فما كان من عبد الناصر إلا أن بعث بهذه الرسالة الشفهية إلى بعض الأساقفة. بيقول فيها:
دعوني أؤكد لكم أننا لن نتسامح بالتعصب الديني من أي جهة جاء. لقد حاول الإخوان المسلمون ذلك وأنتم تعلمون ما الذي فعلناه. تذكروا جيدا أنكم لستم على أي حال من القوة بقدر ما كان الإخوان المسلمين أقوياء. وعن رد كنيسة الكاثوليك آل ويلتون واين، وفي هدوء تراجع زعماء الكنيسة وسحبوا احتجاجهم. يعني عرفوا انه مش هيبقى فيه فايدة انه يضغطوا على مصر بالحكاية بتاعت القداس. طيب، من المشاكل برضو اللي حصلت بسبب انتشار التيارات من القرن ال19 في مصر انه الكنائس الكاثوليكية والإنجيلية أكترها الراس بتاعتها برا البلد، في الفاتيكان، في روما أو في أمريكا أو بريطانيا وهكذا. يعني أتباع الكنائس دي الراس بتاعتهم اللي بيرجعوا لها في أمور كتير برا البلد، عكس المصريين اللي تبع الكنيسة المصرية الأرثوذكسية اللي الراس بتاعتهم مصرية وجوه البلد. كمان في صراعات مذهبية فعلا موجودة ومكتومة بين الكنيسة المصرية اللي مذهبها أرثوذكسي وبين الكنائس الكاثوليكية والإنجيلية. الإعلام بيشاور على الصراعات دي من بعيد، لكن اللي يتابع القنوات الفضائية المسيحية بتاعت كل مذهب أو قنواتهم على يوتيوب هيعرف قد إيه الصراع كبير، وفي اتهامات لبعض بالتكفير وبأن كل كنيسة ليها خطة للسيطرة على المسيحية في مصر وننقل هنا كام خبر اتنشر في الإعلام بيبينوا صورة من صور الخلافات الشديدة بين الكنائس، واللي لو حصل فوضى طويلة في البلد ولا سقطت في احتلالات هتتفجر لصراعات أكبر. في 16/10/2008 نشر موقع اليوم السابع تقرير تحت عنوان البليموس جماعة بروتستانتية تثير الأرثوذكس. لو فاكرين كنيسة الأخوة البليموس أو البلاميس دي اتكلمنا عنها في الحلقة اللي هي الجزء الأولاني من دور اللي اتكلمنا فيه، يعني عن دور الحكومة في صناعة إسرائيل الكبرى، لما اتكلمنا عن مين من المسيحيين اللي مؤمن بأفكار اليهود بتاعت انه لازم اليهود يتلموا في فلسطين ويستنوا المسيح المنتظر اللي هيجي ويحكم العالم 1000 سنة. والتقرير بيقول ان الكنيسة المصرية قلقانة من انتشار اتباع كنيسة البليموس دي، واللي بتستخدم الفلوس والخدمات الخيرية في انها تخلي المسيحيين يسيبوا الكنيسة المصرية ويروحوا ليها. لكن رد واحد من كنيسة البليموس بانه لا، المسيحيين بيروحوا لها مقتنعين بفكرها. طيب، وفي موقع الموجز نشر يوم 15/10/2016 تقرير عنوانه الكنيسة الأنجيلية تشعل 3 حروب بين الأقباط. ايه هي الحروب دي؟ بيقول التقرير ان الكنيسة الأنجيلية عملت حاجات شعللت ما بينها وبين الكنيسة الأرثوذكسية المصرية والكنيسة الكاثوليكية وحتى كنايس تانية بروتستانتية، منها اللي يخص اتهامات باغتصاب مباني كنايس مش بتاعتها، ومنها ان الكنيسة الأسقفية، ودي مذهب من مذاهب الكنيسة الأنجيلية، عايزة تتفصل عنها وتبقى طائفة لوحدها، وهي كنيسة تابعة روحيا لكنيسة انجلترا. ومن ناحيتها الكنيسة المصرية الأرثوذكسية بتتهم كنايس البروتستانت انهم بيعملوا انشقاقات بين اولاد الكنيسة المصرية بأنها بتنشر أفكار ضد عقيدتها تخلي فيه صراعات جواها، وإن البروتستانت بيخططوا لتحويل الكنيسة المصرية إلى كنيسة البروتستانت خلال 20 سنة. وفعلا بحسب الكنيسة في كهنة وقساوسة اتحولوا للبروتستانتية زي أندراوس اسكندر وسيلة عبد النور، ووصل تأثير البروتستانت لرتب كبيرة في الكنيسة المصرية. وفي الختام نسأل نفسنا ونسأل الأزهر والكنيسة، هو بكده يعني بأنكم تشجعوا دخول اللاجئين والهكسوس الجداد عموما لمصر وتدوم خدمات وتساعدهم يتوطنوا في مصر، انتوا كده حميتوا غزة أو أي بلد من التهجير ومن إنها تضعف لما عيالها يهاجروا منها؟ والأهم انتوا كده حميتوا مصر من إنها يحصل لها نفس مصير البلاد دي لما تنتشر فيها القبائل والطوائف اللي جاية بيها الهكسوس الجداد دول؟ طيب، لو مش بتهمكم مصر ولا البلاد التانية، انتوا كده حميتوا عقيدة الأزهر الوسطية أو عقيدة الكنيسة المصرية من انه تنافسها وتحاربها الطوائف والمذاهب اللي بتسمحوا انها تملى مصر؟ يعني انتوا كده حميتوا الدين اللي استسهلتوا تسليم مصر للهكسوس الجداد بحجة انكم عايزين تنصروه بدعم الهكسوس؟ كده الدين انتصر؟ يعني في الآخر يا أزهر ويا كنيسة، انتوا حميتوا ايه؟ وانتوا دلوقتي وظيفتكم ايه؟
وأحلى ختام لكل كلام نقول مصر للمصريين، المصريين الحقيقيين، مش المصريين بورقة الجنسية لكن قلوبهم وعقولهم تبع منظمات وبلاد برانية. الكلام اللي قلناه ده اللي عايزه مكتوب وياخد المراجع هيلاقيه في مقالة على المدونة، مدونة كيما والهكسوس، بعنوان الكنيسة والأزهر ايه دورهم في صناعة إسرائيل الكبرى، نقطتين أخوة الرب قبل مصر، بقلم افتكار السيد بين قوسين نفرتاري أحمس، 12 يوم 21/8/2025. يا رب بالفايدة وفتكم بألف عافية.